السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. وكيف ما العاده نبداو بالصلاه والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. الحبايب ديالي، انا هذا الفيديو هذا جيت باش نكمل لكم القصه ديالي، حيت جبتوا قلتوا لي غير كملي لنا، والبنات كلهم عجبني التعليق ديالكم، كلهم فرحت بهم، شجعتوني. شكرا لكم بزاف، الله يخطيكم. وشكرا بزاف على الاخوات والخالات ديالي اللي كيسولوا على زينب واللي كيقولوا لي بنتك مزيانه بقى مخليها كتهضر يعني مغربي، كتهضر عربيه مزيانه. هذه حاجه طبيعيه، احنا اصلا كنا كنقولوا الاصل ديالنا، ما يمكنش بنتي هي من حقها تهضر تركي، يعني بما ان بنتي الاب ديالها تركي وحنا كنعيشوا في تركيا، فضروري اللغه ديالهم بالحكم ديال المدرسه عاوتاني. فبنتي انا كنحاول ما امكن نخلي لغتنا المغربيه الدارجه هنا في الدار. بنتي ما قدرتش عبدها هضرت بالعربيه الفصحى، لان كاينه الاستاذه ديالها اللي هي فلسطينيه واللي هي خاله ديالي بالمرتبه ديال الام ديالي هنايا، فتعلمت منها اللغه العربيه الفصحى. كتهضر باللغه العربيه الفصحى اكثر ملي كتهضر بالعربيه بالدارجه مع العائله مع الخوت مع الحباب عاوتاني في المغرب ديالي. انا كتهضر بالدارجه التركيه والانجليزي دابا مزيان فيه. وبعض المرات مع كلشي كيسولني بزاف ديال الاسئله، شكون هي الخاله وفاء؟ الخاله وفاء واحد السيده ساكنه معايا في الدار، ماشي من العائله شي حاجه، وانما صديقه عزيزه وغاليه، وهي في مرتبه الخاله ديالي. يعني واحد السيده اللي عندها دابا يمكن شي 7 شهور هي معايا ومازال معايا ان شاء الله يا ربي. غتبقاو تشوفوها معايا في فيديوهات بزاف. هي زعما ماشي من العائله ديالي. كلشي كيسولني واش وفاء واش من عائلتك؟ لا ماشي من عائلتي خوتي، ما عندهاش شي علاقه مع العائله ديالنا، ولكن مغربيه بنت بلادي. اللي كيسولني على نوال كيقولوا لي عاودين على نوال وكملي لنا قصتك، فين مشات نوال؟ خوتي نوال مسكينه رجعت للجزائر، توحشتها بزاف قسما بالله، خلص بلاصتها هنا في تركيا. صديقتي، اختي عزيزه وغاليه، تحياتي ليها والعائله ديالها والوليدات ديالها كلهم اللي احتزمت وحشتهم وكتسول عليهم. انا ولا خوتي علاقتي بنوال كيفاش نشرحها لكم؟ انتم عارفين دوزنا كثير انا ونوال، وعرفتوا علاقتي معاها وقصتي كيفاش بدات معاها. ولا الله يخطيها مسكين، ان شاء الله ربحين اللي نشوفوا مره اخرى. بالنسبه للتعليق ديالكم ما جاوبتكمش فيهم والله اخوتي، ما عرفت منين نبدا قسما بالله. بزاف ديال الحوايج بغا نجاوبكم عليها. المتبعين ديالي كلهم تعاليق، وقسما بالله لا عيني تغرب في داك التعليق كلهم، ديك الفيديوز ديك كل هذيك المشاهدات وداك التعليق الزوين في حقي لهاد الدرجه كتبغيوني. الله يخطيكم عليا، حتى انا كنبغيكم بزاف حبا في الله. قال لك ان الله اذا حب عبدا احبب خلقه فيه. ربي الحبيب كيحب شي عبد كيحبب الخلق ديالو فيه، والحمد لله هذه نعمه من عند ربي الحبيب، انا حامد ربي وشاكره. الخاله جميله قالت لي بنتي فاطمه ما شاء الله عليك، انت امراه ونص، الله يكمل عليك بالخير وتجمع مع الابن ديالك، امين يا ربي الحبيب، بارك الله فيك. شكرا لك بزاف خالتي، الله يسهل عليك حبيبتي، امين يا ربي. ليلى قالت لي تحيه كبيره لاخت نوال وقلب كبير لزينب الزوينه، الله يوفقك، فرحت ليك، ربي كبير اختي، اكيد ربي حبيبك كبير اخوتي، وما تخلي حتى شي واحد. راه قلت لكم غير الصبر، من بعد الصبر كيجي واحد الفرج تكون انت متخيلش غيكون بداك يعني بداك الشكل، ديك السعاده الكبيره. الحمد لله يا ربي الحبيب. شكرا بزاف الناس اللي دخلوا عندي من عند ناديه واللي دخلوا من عند زهره، الله يخطيكم، الله يوفقك يا بنتي ويسر لك امورك. شكرا، الله يحفظك بنتك، تبارك الله كتعرف تهضر العربيه. اكيد اخوتي انا جاوبتكم على هذا السؤال، هي كتعرف تهضر العربيه وكتفهم عربيه مزيان، غير شي كلمات اللي كيجوها في المثل شويه كيجوها صعاب في النطق، وانا ماشي الاخر كلشي كتعرفوا بنتي. الله يحفظ لك بنيتك ويصلح حالك وتشوفيها كما تمنيتي، امين يا ربي الحبيب. الخاله ام بهيه شكرا لك بزاف، الله يحفظك، الله يسر امورك، تبارك الله عليك، امين يا ربي الحبيب. ما شاء الله على زنوبه كتهضر مزيان بالمغربي، اكيد لهجتنا ولغتنا وحنا كنرجعوا للاصل ديالنا. انا فيما نمشي فيما مشيت قلت لكم دائما اللغه الدارجه عندنا هي كلشي اللي كتبرد القلب اصلا. انا هذيك الافغانيين اللي معايا والله اخوتي شحال من كلمه بالمغربي علمتها لهم،
كيبقاو يموتوا كيقولوا لي واش كيفاش هما كيفهموا عليك مغربي وهذا. راه بقيت معاهم بما انكم كتبغوني نتوما اصدقاء ديالي فنتوما تعلموا هي واختها وكيحاولوا حتى هما يهضروا مغربي واخا كتجي ديك، ولكن حلوه ديك الهضره ديالهم لان الافغان هما كيهضروا فارسيه خوتي وكيهضروا انجليزي وكيهضروا تركي، يعني انا كنتفاهم معاهم بالتركي اكثر، الانجليزي شويه وصافي. فمن بعد بقيت كنعلمهم اللغه المغربيه وما بقاو كيسولوني شنو كتقول لها شنو كتقول لهادي، فانا علمتهم فحتى هما بقاو كيهضروا مغربي، يعني شي كلمه كلمه في شي حوايج كيفهموهم عليا. بالنسبه للاخت خديجه قالت لي بغيت ندير هاد التكوين، ممكن تقول لي فين كاينه ولا كاين في جميع المدن؟ بما انك يا اختي كنتي هنا في تركيا كنقول للبنات اللي هنا في تركيا في جميع المدن كاينه، اكيد كاينه في جميع المدن، ولكن خصك تكون عندك التاسعه اختي، تكوني يعني عندك التاسعه، يعني تكوني واصل التاسعه. انا وصلت التاسعه، غتقولي لي علاش ما وصلتش التاسعه ودوزتي هاد التكوين هذا؟ انا اختي غير شي ظروف وقلت لكم راه داك الشيء غير المكاتب وصافي. انا براسي ما كنتش كنفكر كاع، ما كانش كنفكر كاع ندخل التكوين شنو، والله اخوتي ما كانت عندي هذه الفكره، ولكن غير اسباب. وهذيك السيده الاوزبكستانيه هي اللي كانت مكلفه بديك الشركه، كانت شافدي هذيك الشركه كبيره فكان معطي لها الحق، يعني تاخذ بزاف ديال القرارات من دون ما تهضر مع الشاف ولا شي حاجه ولا مع مول الشركه كانت ولا مع المدير، كانت من حقها هي لان كانت دايره بلاصتها تما. فبالصدفه انا وياها تلاقينا صافي بقينا طنطنت دخلتني لتما كاين الوراق هي اللي قادتهم لي اخوتي، عطيتها فوتوكوبي ديال الباسبور ديال البطاقه الوطنيه المغربيه وديال الاقامه العائليه ديال تركيا وصافي، ولا الادريس ديال البيت ديالك صافي اللي كيطلبوا لك. ما كيتبقى خوتي صافي، يعني هذه ولكن الشهاده ديال التاسعه يطلبوها لكم البنات. المهم البنات الجداد حيت ما عرفاش انا خوتي واش حيت كل مدينه كتختلف. هنا في تركيا وبما اننا حنا اجانب فضروري كيديروك شي تعكيلات بعض المرات، كيقول لك جيبي يكون عندك التاسعه ولا شي حاجه ما عرفت. المهم الشهاده ديال التاسعه يطلبوها لك ونسخه كامله وواحد ديال عقد الزياد. يمكن لك ديري اختي خديجه، انا جاوبتك اختي. شهرزاد الحمد لله ربي كبير، استقريتي وخدمتي الحمد لله بارك الله فيك اختي. الاخت زهره الله يكون معك اختي، ربي معك بنتي. شكرا لكم، سعيده لان حياتك تغيرت للاحسن، حتى انا سعيده بزاف حيت رجعت عندكم وكنهضر معكم وكنعاود لكم حوايج زوينين في حياتي. انا كيف شاركت معكم يعني الحوايج البساط اللي كنتو يعني تعاطفتوا معايا بزاف، فغنشارك معكم حتى الحوايج الزوينين في حياتي. انا بما رجعت اليوتيوب وقلت ليها قلتها لكم باول فيديو، قلت لكم انا رجعت لكم ولكن رجعت نعطيكم الحوايج الايجابيه ماشي السلبيه، حتى كل واحد فينا عنده مشاكل وقدوز عنيفه في حياته، ضروري يكون عندك شي مشكل بسيط ماشي زعما هذاك المشاكل الكبيره او ما كاينش كاع، ضروري يكون شي مشكل بسيط في حياتك الحمد لله، واصلا هذه هي الحياه. اما بنادم خصو كيفاش يتعامل مع المشاكل، حتى في كل الحياه كاينه مشاكل وكان خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها باش ما نضروش حنا في الصحه ديالنا. فانا كنقول لكم الحياه راه ما كتستاهلش، عيشوا اللحظه وفكروا لقدام، كاع ما تفكروا في الشيء اللي فات. كنعاود نقولها لكم باش كاع ما تفكسوا في راسكم. حاجه ثانيه اخوتي، انا رجعت لكم اليوتيوب كنعطيكم الحاجات الايجابيين وكنجاوبكم على التجارب ديالي انا هنا في تركيا او في حياتي بصفه عامه، يعني باش كنبه البنات ثاني ما يطيحوش فيهم، وكنولي ناكد على البنات اللي مغاربه وتزوجوا هنا في تركيا او اللي عايزوا، حيت الزواج كله قسمه ونصيب، راه ماشي كلشي خايب وماشي كلشي زوين اخوتي. غير ما تزوجوش اخوتي بعقد الشيخ وصافي. حيت واحد السيده دخلت عندي في واحد التعليق وبقات فيا قالت لي راه مزوجه بعقد الشيخ وعندي ولاد وكيفاش دابا يمكن لي ندير، واش ندفع اقامه ولا ما ندفعهاش؟ ما اخوتي هذا الوضع كيكون مختلف بزاف، واصلا كيدرك حتى في خاطرك كيفاش يعني تجوجي عقد ديال الشيخ. ما حنا ف اين عهد حنايا، كلشي تطور كلشي تقدم، تجوجي بالقانون كلشي باش اي ولد ولا بنت ولا حتى الحقوق ديالك يكونوا عندك. يعني بما انك انت اجنبيه وفي بلاد غريبه ضروري تكون داير الاحتياط ديالك. واحد البنت قالت لي سبحان الله شحال كتعجبيني وعلى الطيبوبه ديالك وعلى البساطه ديالك كيفاش كتهضري، كتعجبني اللهجه ديالك وما تبقايش تجربي لي الفيديو. واخا الزين ديالي عرفتي حتى شهرزاد قالت لي جربتي الفيديو داك النهار اخوتي الفيديو جا طويل بزاف وباش يتحمل ياخذ ليا وقت بزاف انا، فقررت نجربو شويه. واحد البنت مسكينه سميتها ناعمه قالت لي شحال وانا نعس على القناه ديالك باش ندير قليبات
الزنوبه هي الكبيضه ديالي. شكرا عليك بزاف، الله يحفظك، الله يخطيك كما كتبغيو زينب حتى زينب كتبغيكم، بارك الله فيكم، الله يخلي لكم وليداتكم نتوما يا ربي الحبيب. الاخت سعاد قالت لي تستاهلي كل الخير لانك طيبه وما دازش عليك القليه، الله يكمل عليك بالخير. واش مازال معاك نوال؟ زيدي قولي لينا قصه نوال ولكرا الدار وهاد البنت اللي ساكنه معاك شكون وكيفاش وكل شيء. اوكي غنشرح لكم كل شيء، يلا انا عندكم. نوال، نوال قلت لكم راها صديقتي، نتوما عرفتوها رجعت للجزائر، مابقاتش في تركيا، ان شاء الله ترجع ان شاء الله يا ربي الحبيب لتركيا نتلاقاو مره اخرى. ثاني شيء علاش على الدار اخوتي نغيرها، غنتبدل من الكرا، غنبدل الكرا ان شاء الله يا ربي الحبيب. عندي اخر اجل في الاخر ديال الشهر يعني خصني ضروري. فلقيت شي ديالو اللي كاين نتوما بما كتعرفوا اسطنبول غالي 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 فيها الكرا اخوتي بزاف، ولا غالي. راها ارخص دار هنايا في اسطنبول غير واحد زائد واحد يعني غير بيت وصالون راهم دايرين 50,000 مغربيه، كنقدر نقول لكم فلوس مغربيه ماشي بتركيا، تركيا حاجه اخرى. فما بالك جوج بيوت يعني وصاله راك تلقاهم داير 60 70 الف، غالي اخوتي غالي كرا بزاف والله تا غالي. فشفت واحد هذا وكنا ما تفاهمناش على الاجر ديالها مع السيده اللي كنت ناخذها من عندها، شفتها البارح لحد ما كتبش، ان شاء الله ربي يجيب محسن. اللي مكتبه بقى ما جاتش، انا راخفه على نفسي، واللي مكتبها لي ربي الحبيب تجي حتى لعندي، انا اللي عليا راه كنديرو، انا كنسبب وربي كيكمل. البنت اللي ساكنه معايا مستأجرين انا وياها، عايشه معايا خاله وفاء من المغرب، حتى هي خدامه هنا خوتي، عندها اقامه، لا ماشي طالبه، هي غير خدامه على، هي أسطى ديال الماكينه ديال الخياطه ومصممه، هذه هي خدمتها. الاخت سعاد قالت لي تبارك الله عليك بديتي من الصفر واعتمدتي على راسك وراكي طورتي من نفسك، وان شاء الله توصلي لكل اهدافك، تجيبي ولدك وتعيشي كيف ما بغيتي. نسولك شحال عندك من عام وبالتوفيق. يلا شحال كيبان لكم عندي من عام؟ الحبايب ديالي من حقكم تسولوا على السؤال، والله اخوتي كنفرح وكنجاوبكم بكل روح رياضيه، اصلا ما جاي يتغير اصلا. عندي 26 سنه انايا، وغندخل 27 سنه في شهر 12 في 25، شهر 12 في 25 عندي عيد ميلادي، صافي بقاو عاقلين متنساوش. المهم عا كنضحكوا ما كاين عيد ميلاد لا والو. المهم في شهر 12 في 25 غندخل 27 سنه. كانت ماشي باش السن اخوتي مبقاش في السن، ولكن بقات بالعقل والراس شنو فيه والقلب شنو فيه. تصفي النيه ديالك ويكون القلب ديالك بيض وتبغي الخير الناس، راه هذه حاجه زوينه بزاف اخوتي، وقسما بالله كتساعدك باش تطوري من حالك، يعني ما يكون لا كره لا حقد حتى شي حاجه، حيت اللي مكتبوك ربي حبيبي ما يدير لك حتى شي واحد، راه خرج عليك امه مولاي محمد كلها ما يدير لك شي واحد، يعني رزقك عاجيته ليك. فلهذا بنادم غير يتوكل على الله ويدير كلامه في الله وما يكون على الخير، صافي هو يديها غير في عائلته، يديها في راسو في شغله، ما يشوفش كاع الناس الثانيين، ما يبقاش محقر على عباد الله وحاضي طالعه ونازله، راه غيعيش حياته بخير، وقسما بالله عيش ما خاصو حتى شي خير كاع. هاد الاخت لينا قالت لي الله يوفقك، الله يوفقك اختي الحبيبه، انت تستاهلي كل خير، وقفتي على حالك من الصفر بفضل الله سبحانه وتعالى، كل هذا بفضل الله وبفضل قلبك الطيب. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله اخوتي، انا قلت لكم وكنفتخر براسي وكنقولها مره اخرى، الواحد هو اللي يفتخر براسو، وقسما بالله ما كاينش لا يقول لك راه انت درتي ولا انت فعلتي، لا كنت مع الحوايج السلبيه مش الحوايج الايجابيه. فهذا كنفتخر براسي الحمد لله يا ربي الحبيب، وقفت على رجلي بوحدي، طحت ونط وتعلمت من كل طيحه. كنشجع البنات، هجوني بزاف ديال التعاليق اللي اثروا فيا، اللي ما خليتهمش درت لهم في الخاص، شي بنات مساكنتهم كيعيشوا شي ظروف شويه قاصحه، فكنقول لهم توكلوا على الله، ولا كان ربي مكتب لكم شي حاجه نتوما دوزوها، فرضوا بالقضاء ديال الله والقدر ديالو، راه كلشي غيتبدل، ربي الحبيب اكيد غيدير لكم واحد المخرج، اكيد ربي ما يخلي حتى شي واحد. انا كنقرا لكم التعاليق ديالكم والله اخوتي وفرحانه. قليبات لزينب، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر عليك، الله يدومها عليك نعمه ويحفظها من الزوال، امين يا رب الحبيب، الله يخطيك. اخت رشيده الله يكمل عليك بالخير، كتستاهلي كل خير، والله يخلي لك الزنوبه الغزاله، امين يا رب الحبيب الحبيبه ديالي. تحياتي اختي فاطمه، الله يعاونك على بنيتك، شكرا بزاف.
الاخت خديجه قالت لي الحمد لله سلامتك ربي كبير، اسم الشركه انا باغا نخدم ما عنديش الحق باش نحط سمية الشركه اختي. السبب الاول يقول لك ديرها الاشهار، لا يقول لك دير الاشهار، ما كندير الاشهار حتى شي حاجه، لكن نقول لكم هاد شركتنا ما محتاجاش ندير لها انا اشهار في القناه ديالي. القناه ديالي اصلا صغيره، انا ماشي قناه كبيره، انا الله باديه. فالمهم غندوز عندك الخاص اختي وغنكتب لك. ماشي بالضروري اختي هي ماشي بالضروري الشركه ديالنا حنا، باغا تخدمي ماشي بالضروري في الشركه ديالنا حنا. خصك قلت لك شنو خصك دير. الا كنتي باغا تدخلي للتكوين المهني، قلتها الاخت الثانيه عفوا سمحي لي، غتدخلي للتكوين المهني كتاخدي الشهاده ديال التاسعه وكتاخدي شهاده كامله نسخه كامله وشهاده الميلاد ديالك يعني عقد الازدياد ديالك، وكديري فوتوكوبي الاقامه ديالك اللي كانت عندك اقامه بطبيعه الحال. كانت عندك جنسيه يمكن لك ديري المهم لا بجوج خديها غير فوتوكوبي وكتدفعيهم تجمعهم مع هاد النوطه هاد النوطه تقولي له بغيت ندفع للشركه ديال التكوين وراه يساعدك يقول لك كاع داكشي اللي بغيتي. سير عاد النوطه اختي يسهل لك جميع الامور، يقول له بغيت ندخل للشركه ديال التكوين المهني. كاينه شركات بزاف في تركيا، كاينه ديال سميتو ديال الحلويات، وقسما بالله كاينه ديال شوف كاينه بزاف كاينش لا ما يدار، خاص غير نتوما تقلبوا يعني نتوما تبحثوا. يسول بمعنى رجالاتكم اتراك وداكشي راه كيعرفوا هادشي هذا، غير سولوهم اخوتي راه غيعطيوكم الاسماء ديال الشركه وغيسهلوا عليكم يعني الا ما كانش عندكم لغه تركيه وصافي. شحال ديال القليبات. شكرا لكم بزاف، الله يحفظكم الله يخطيكم، شكرا لكم بزاف للدعم ديالكم ليا. المهم اخوتي يعني نكمل لكم. من بعد ما خدمت انا في الشركه ديالي فاش ترسمت في هذه الشركه هذه، دابا راه عندي معاهم نقولوا شي عام وشي يمكن عام وربع شهور. درتي شحال من شهر هذا شهر 11 قول عندي معاهم قول يمكن عام وشهر اولا عام وربع شهور في هذه الشركه هذه. فكتبقاي معاها يعني خدامه كيكوك، ولكن على حسب الخدمه ديالك تزاد لك كيزيدوك في الصالير ديالك. وفي تركيا في كل سنه كتدخل كيزيدوا في الصالير، كانت كل 6 شهور كيزيدوا في الصالير، دابا مابقاوش يزيدوا في الصالير في 6 شهور. هاد العام هذا مازالش كاع اردوغان نهائيا، ولكن في السنه الجديده اكيد غيتزاد الراتب، غيزاد كيقول لهم العسكروجات يعني كيكون كيزيدوا لجميع الناس اللي خدامين اجانب ولا اتراك كلشي كتزاد له. فانا خوتي خدمت في هذه الشركه هذه مزيانه الحمد لله مرتاحه، كلشي محترمني، كلشي ما وليت معروفه تما كاين. كنخدم عندي بنتي في الدار، كنجي لداري كندير بحالي بحالكم عاوتاني، كنغسل الماعن كنجمع الدار كنعشي بنتي كندوش الا كانت خصها تدوش، الا كان عندها شي تمارين كنخرجهم معاها. يعني بما انني انا دور الام يعني ضروري خصني نأدي كاع الواجبات ديالي، لا في الدار ولا في العمل. والحمد لله ربي قدرنا. صلاتي ما كنتخلاش عليها، الصلاه ديالي هي الاولى، وعاد كندوزو للخدمه. هاد الخدمه ما كتسالش كاع، اما الصلاه تبغى يعني تصلى في الوقت ديالها احسن. والحمد لله ربي الحبيب جاب التيسير ووفقني ورديت الوالدين ديالي الله يحفظهم لي الله يخليهم لي اللي وقفوا معايا، شكرا لهم بزاف. وبالفضل ديالهم انا وصلت لهادشي اللي انا عليه، هما اللي يعني السند ديالي، وفي اي قرار خديته كيكونوا معايا. الله يخليهم ليا وشكرا لهم بزاف الله يحفظهم ليا ويطول لهم في عمرهم، والله يخليكم نتوما الوالدين ديالكم يا ربي الحبيب ويطول لهم في عمرهم. واللي ميتوا الوالدين ديالو الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم في هذا النهار هذا. الكرا خوتي بقى عاد نديكم نوريكم ضروري غنشارك معكم فاش نبغي نتحول من الدار، نوريكم الدار الجديده. دابا توليتوا العائله ديالي خصني نشارك معكم اي حاجه. بالنسبه خوتي شنو كنت باغي نقول لكم، مشات ليا كانت واحد السؤال كان جاني في راسي وبغيت قبيت كنت ندير لكم فيديو كنت نشاركو معكم ومشات ليا والله الا خوتي مشات ليا. المهم ما علينا، من بعد دابا نقول لكم شي فيديو اخر نسيت دابا نسيت. هذه هي حياتي طبيعيه كنعيشها، السيمانه كلها كتكون عندي عامره. كنخدم كيكون عندي السبت وحد بعض المره كيكونوا ما كنكون مخدماش فيهم، فهذاك السبت وحد انايا كنستغلهم زعما نخرج بنتي. ضروري خصني نجلس مع بنتي شويه نربحوا الوقت نلعب معاها نديها للبارك، ولا كان شي حوايج خصهم يتصبنوا خصك تصبني خصك تحدي الحوايج يعني كاع ديك الحوايج كتكوني ميك عليهم في ديك السيمانه كتكون الخدمه. ضروري تكون الخدمه كتكوني عا كتجمعها شويه من فوق وصافي. كندير شي حاجه باش نبقاو نفطروا بها في الصباح نهار الحد في
ندير بانكيك، نقدر ندير كاب كيك صغار، نقدر المهم شي حاجة بحال هاكا ولا ميني بيتزا. يا رغيفات معمرين باش نسخنوهم باش تجي بنتي في العشية يجي لقى شي حاجة ساهلة أنا نوكلها ليها. وأخوتي وغادة مع الحياة. هي هذه هي حياتي أنا عادي، راه بحالي بحالكم حتى أنايا كنخدم كنجي للدار كنجمع كننظف. غير هو هذاك الوقت أنا كنت محتاجة نبعد شوية على اليوتيوب باش نقدر نأسس حياتي، باش نقدر نركز على حياتي، حيت اليوتيوب عرفتو خوتي اليوتيوب ها فكرني اليوتيوب اش كنت باغا نقول لكم على البيع والشراء ديال الحوايج. كلشي كيسولني واش البيع والشراء واش ما فيهش الفلوس؟ لا فيه الفلوس. البيع والشراء ديال الحوايج فيه الفلوس، ولكن خصك تكوني يعني ما عندكش بزاف ديال الحاجات في راسك، خصك تبقاي مركزه عليه. ولا ركزتي عليه عاوتاني في بعض المرات كيكون اخوتي ما كيكونش الربح دائما. الحمد لله يا ربي. ما يكونش دائما الربح، يعني كيكون الربح بعض المره بعض المره ما كيكونش كاع، بعض المره يكون البيع والشراء مروج، بعض المره يكون يعني طايح. بما انني انا عندي بنتي عندي مدرسه خاصه عندي الكرا وداك الشيء، فانا ما كانش مقتنعه بالبيع والشراء زعما. يعني ما كانش مدخول يعني اللي هو يكون شي حاجه مزيانه لا تقدري تغيري بها حياتك او تقدري تلبي بها زعما المسؤوليه ديالك، يعني يدفع لك الكرا منه ما يدفعلكش الكرا. كاش البيع والشراء تبيع الحوايج وتشري فيهم غادي تخلصي بهم الكرا والمدرسه ديال بنتك والترونسبور والمصروف ديال الشهر، ما يمكنش. فلهذا اخوتي انا خليت البيع والشراء. ولكن الا كان بحال شي ناس عزاز، حيت باقا شي ناس في الواتساب كيتواصلوا معايا الحوايج كيوصيوني راه كنجيب لهم اكيد، ولكن شي فئه قليله ماشي بزاف داكشي اللي على بالكم. يمكن وقيلا عندي شي 9 اشخاص هادو اللي باقيين كيديروا البيع والشراء في المغرب، وواحده في فرنسا واحد السيده في فرنسا، هما اللي كنصيفط لهم الحوايج. اما خوتي انا ما عنديش البيع والشراء يوميا يعني، او كنجيب الحوايج. لو كنت نجيب شي حاجه كنت شاركتها معكم في اليوتيوب. انا عارفه اني ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، ما نقدرش انا نبيع الحوايج وما نشاركش معكم. فانا كنبان ليا قليل وكنت كنعيا في المثل باش تجي وتجيبي الحوايج جمله وتبيعيهم راه شويه صعيبه. عندي زين. فلهذا صافي انا خليت البيع والشراء وركزت على خدمتي، والحمد لله خدمتي والدار حسن ليا. الخدمه للدار من دار الخدمه، وغنشارك معكم حياتي اليوميه يعني الخدمه ديالي. مازال نشارك معكم الماكينات، الاصلاحات اللي كندير، العمال اللي خدامين معايا، بزاف ديال الحوايج نشاركهم معكم. ولكن غير شويه وشويه حيت ما كيبقاليش الوقت باش نصور، والله ما كيبقى ليا الوقت. يعني اليوم ها هو الحد نص الصباح انا ما كنصبحش ناعسه، انا مجتهده لكن فيق لا صبحت ناعسه. راه الحد كنصبح كنبقى ناعسه يعني للتسعود صافي. لا نعس رغم ما كنكون نعست انا معطله في الليل. بحال البارح كانت الخاله الفلسطينيه الخاله عزيزه كانت دارت لزين بعيد ميلاد عندها في الدار، ومشينا نحط لكم فيديو في القناه ديال عيد ميلاد ديال زين اللي دارتو الخاله عزيزه. مشينا خوتي دوزنا عيد ميلاد، داز كلشي زوين داكشي بسيط، فرحنا ضحكنا نشطنا صافي رجعنا معطلين. في الصباح فقت مع 9 والله خوتي طال ليا النعاس صافي، حيت مولفه كنفيق بكري ما نقدرش نصبح ناعسه. ولا صبحت ناعسه كتجيني واحد الملل واحد الاكتئاب، يعني بحال ما درتي حتى شي حاجه ما درتيها في النهار ديالك، خرج لك النهار ديالك يعني مشى غير هكاك. نضت في الصباح انا وزينب وجنا الفطور مع بعض، خلطنا لك واحد الكيك صغار، درنا لي كيك صغار، هي كتخلط وندير لها في الخاطر ديالها، ديري هادي وحطي هادي نجيب هادي وجدنا هنايا الكيك وجدنا القهوه ديالنا فطرنا. نضنا ملي سالنا الفطور جمعنا الطابله غسلنا الماعن، جمعت الدار دوزت الماكينه جمعت الحوايج قعدت الامور ديالي كلها باش نرتاح، باش السيمانه تلقاني انا مرتاحه يعني نجي للدار نلقى الدار مجموعه. صافي ملي ساليت دابا كاع ودرنا واحد الغدي بسيط، تغدينا واحد الطويجين، تغدينا انا والخاله وفاء وزينب. ومن بعد قالت لكم معايا شويه نعسو، قلت لهم صافي سيروا تنعسوا. بغيت تنعس سيروا تنعسوا. الخاله وفاء نعست وزينب بقات كتلعب كتلعب الالعاب ديالها. عندنا الحال شويه مغمم بحال طيحنا الشتا. انا قلت لهم انا عشان نصور واحد الفيديو مع البنات نهضر معاهم شويه، وهاديك الساعات عاد نولي عاوتاني عاد زين شفت انا شنو خصني ندير مع اللعبه انا وياها شويه نهضروا شويه نتعاودوا كيعجبها هي كيبقاو نتعاودوا انا وياها، حتى هي ماشي غير بنتي راه صديقه ديالي
وهي تبارك الله كتفهم كلشي وذكية تبارك الله، ذكية بزاف، يعني ثقيلة ومهندسة وتهدرتها بحال داك الشي كتهضر مع شي إنسانة كبيرة يعني ناضجة. الله يحفظها ليا ربي الحبيب، الله يخليكم نتوما وليداتكم. غتكون هذه النهاية ديال الفيديو، غنقول لكم مع السلامة. ما تنساوش من التعليق ديالكم الزوينة ولي لايك، وتهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي الحبيب. نحاول ندير لكم شي فيديو مرة اخرى، يعني غدا ولا بعد غدا على حسب لقيت الوقت غندير لكم، علاش لا، ما عنديش مشكل انا نلوح لكم فيديو. والله ما كرهت نلوح لكم فيديو كل نهار 2 فيديوهات، ولكن كنعيا مع الاسف، والله حتى كنعيا. يلا الحبايب ديالي تهلاو في راسكم، السلام عليكم والله يخطيكم. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، كما فرحتوا لي انا كنقول لكم، وقسما بالله كندعي لكم من القلب يا ربي يفرحكم نتوما في الدنيا وفي الاخره يا ربي الحبيب. الله يخطيكم عليا، ومع السلامه ودمتم في امان الله وحفظه حتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي. من بعد ما قلت لكم بسلامه خوتي، راه نسيت هذا الفيديو ما حطيتوش لكم في الاخر. هذا الفيديو ديال البارح السبت، الخاله عزيزه من فلسطين دارت لزين بعيد ميلاد عندها في الدار، كلشي دايره بيديها، كلشي كان زوين، كلشي كان واعر واعر وبنين. الكيك الطوست كلشي دارتو غير في الدار. واش غنقول لكم، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. واحد المراه الله يعمرها سلعه، يعني حبابه كتير. يعني اش غنقول لكم، ما تخيلوش. نقول شكرا ليك بزاف، الله يحفظكم لياتي والعم ديالي العم جبريل، والوليدات ديالهم بحال الخوت ديالي انايا، الله يخليهم لهم ويطولهم في العمر ديالهم. وكنقول لكم اخوتي هذه النهايه ديال الفيديو. زين داروا لها عيد ميلادات زينبه بزاف، وفي الشركه داروا لها يعني محدلين نفرحوا فيها هاد السنه هذه. ايوا هادشي اللي كان اخوتي، كنتمنى يعجبكم الفيديو. خلوا لي تعليق ولايك ديالكم، ومع السلامه.